عمرك سألت نفسك سؤال وما لقيتلوش إجابة؟ هنا هنفكر سوا ونكتشف المجهول سوا. أنا أحمد نصار وأنت هنا في سؤالست. يلا بينا نبدأ، بس قبل ما نبدأ صلي على النبي وانزل اعمل لايك واشتراك وشير لاصحابك وما تنساش تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يا ترى عمرك وقفت مع نفسك كده وسألت ليه أنا كل مرة بقول مش هعمل الغلطة دي تاني وبرجع أعملها برضو تاني؟ طب ليه ساعات الواحد بيحس إنه بيلف في دوائر مقفولة ويعيد نفس الأخطاء اللي تعبته قبل كده؟ الموضوع مش ضعف شخصية وبس، ولا إننا مش عايزين نتغير. الموضوع أعمق من كده بكتير، وليه جذور علمية ونفسية وروحية كمان. أولا المخ مش دايما منطقي. العلماء بيقولوا إن المخ البشري مش مصمم بس عشان ما يغلطش، لا ده بالعكس، المخ ساعات بيعيد نفس السلوك لأنه متبرمج على أنماط معينة. عالم الأعصاب أنطونيو داميسيو قال إيه؟ قال إن المخ بيتعامل مع القرارات بناء على المشاعر أكتر من المنطق. يعني حتى لو إحنا عارفين إن ده غلط، فالإحساس اللحظي ممكن يغلب. تاني حاجة إنها بتبقى عادة مش قرار. واحدة من أهم أسباب تكرار الغلط إن الغلط بيتحول لعادة، والعادات زي ما قال عالم النفس ويليام جيمس هي السلاسل الخفية اللي بتوجه حياتنا. يعني ممكن تكون متعود ترد بعصبية، متعود تماطل، متعود تثق في ناس غلط، وكل عادة بتتكرر بتبني شبكة عصبية في المخ، فبتخلي السلوك ده أسهل يتعمل مرة ورا التانية. تالت حاجة بقى هي وهم السيطرة. في نظرية في علم النفس اسمها illusion of control، وهم السيطرة. النظرية دي بتقول ايه بقى؟ بتقول ان الانسان بيخدع نفسه انه المرة الجاية هيعرف يسيطر، زي اللي بيقول انا هخرج مع الناس دي تاني بس المرة دي مش هيأثروا فيا، او هقعد سهران بس مش هأثر في شغلي بكرة، والنتيجة نفس الغلطة بتتكرر كل مرة. رابع حاجة بقى هي ضعف الذاكرة العاطفية. المخ عنده آلية غريبة جدا، الألم العاطفي بيتنسي أسرع من الألم الجسدي. الباحثة ويندي وود بتقول المخ بيميل يقلل من تقدير العواقب عشان يشجع الإنسان يجرب تاني، وده ليه فايدة تطورية. لو فضلنا نفتكر الألم كلنا هنعيش بخوف وما نجربش حاجة جديدة، لكن في حياتنا اليومية ده بيخلينا نكرر نفس الغلط لأن الإحساس بالمشكلة القديمة خلاص اتنسى. خامسا ضغوط المجتمع. ساعات مش احنا اللي بنكرر، المجتمع والشلة والأهل هما اللي بيأثروا على قراراتنا. عالم الاجتماع إيرفينغ غوفمان وضح اننا بنلعب أدوار عشان نرضي اللي حوالينا، وده بيخلينا نكرر مواقف غلط بس عشان ما نبقاش مختلفين أو منبوذين. سادس حاجة بقى ودي مهمة جدا، الصراع مع النفس. من المنظور الديني الموضوع ليه بعد أعمق. النفس البشرية فيها صراع دايم بين النفس الأمارة بالسوء وبين النفس اللوامة. ربنا سبحانه وتعالى قال إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، سورة يوسف آية 53. يعني النفس بطبيعتها ممكن تجرنا للغلط حتى لو احنا عارفينه. هنا بقى بتيجي أهمية ايه؟ أهمية الاستعانة بالله والتوبة والذكر عشان نوازن ونقاوم. سابع حاجة وهي التبرير العقلي. المخ ده بارع جدا في تسويغ الغلط. الباحث دان إيرلي في كتابه الكذب الصادق بيشرح ازاي الناس بتبرر تصرفاتها الغلط عشان تحافظ على صورة نفسها. يعني ممكن الواحد يغلط ويقول ما كل الناس بتعمل كده، او انا كان لازم اعمل كده عشان الموقف ده. التبرير بيهدد الضمير مؤقتا لكنه بيفتح الباب لتكرار نفس الغلط. اما تامن حاجة بقى هي قلة التعلم من التجربة. الغلطة في حد ذاتها دي مش كارثة، الكارثة اننا ما نستفدش منها. في بحث اتعمل في جامعة ستانفورد لقوا ان الناس اللي بتاخد وقت للتفكير بعد الغلط فرص انها تكرره اقل بكتير، لكن اللي بيهرب من مواجهة نفسه بيرجع لنفس النقطة صفر. تاسع حاجة بقى عندنا هي الشيطان والوسوسة. من منظور إسلامي في عنصر تاني مهم جدا، وسوسة الشيطان. ربنا سبحانه وتعالى قال فوسوس إليه الشيطان، طه آية 12.
الشيطان دايما بيزين الغلط ويخليه اسهل في نظرنا. عشان كده لازم الانسان يفضل يقظ ويستعين بالاستغفار والدعاء. وعاشر حاجة هي ان المخ بيدور على المكافأة. في علم الاعصاب المخ بيتأثر بدوائر المكافأة اللي فيها مادة الدوبامين. اي سلوك بيديك متعة لحظية حتى لو نتيجته وحشة بيتسجل في المخ كمكافأة، زي اللي بياكل اكل مضر وهو عارف، او اللي بيضيع وقت طويل على السوشيال ميديا. اللذة اللحظية بتغلب على المنطق. ازاي بقى نكسر الدايرة دي؟ اول خطوة هي الوعي. مجرد انك تعترف انك بتكرر نفس الغلط دي بداية الحل. تاني خطوة هي استبدال العادة. الباحث تشارلز دويج قال العادات ما بتتلغيش لكنها بتتبدل. يعني لو متعود ترد بعصبية جرب تاخد نفس عميق قبل ما ترد. تالت خطوة هي المحاسبة. ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. سورة الحشر آية 18. المحاسبة اليومية بتقلل فرص تكرار نفس الغلط. رابع خطوة هي الدعاء والاستعانة بالله، لأن القوة الحقيقية مش بس في الإرادة، القوة في التوفيق الإلهي. بص بقى في الآخر، تكرار الغلط مش معناه إننا فاشلين، لكنه إشارة إننا لسه بنتعلم ولسه محتاجين نطور وعينا ونقوي علاقاتنا بربنا. واللي يفكر كويس هيلاقي إن حياتنا كلها رحلة من التجارب. المهم مش إننا ما نغلطش، لكن إننا نتعلم ونقوم بعد كل غلطة. صديقي العزيز، لو الفيديو ده لمس عندك نقطة أو فكرك بموقف حصل لك قبل كده شاركه مع أصحابك عشان غيرك يستفيد. واكتب لنا في التعليقات ايه هي اكتر حاجة حسيت فيها انك قررت الغلط اللي انت غلطته قبل كده وندمت عليه. وما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وشكرا للمشاهدة.